بس انا حابه اتكلم معاكم كلمتين. قعدتوا في التعليقات تقولوا لي: ياسمين غلط على صحتك الحركه، يا ياسمين ما ينفعش، المفروض سعاد تساعدك، يا ياسمين ماما المفروض تساعدك، المفروض ما كنتيش غسلتي، المفروض قعدتوا تكتبوا كلام كتير. طبعا انا عارفه ان كل كلامكم صح، بس انا حابه ان انا اتكلم معاكم كلمتين كده. اول حاجه، انا يعلم ربنا ان انا لسه برضو فعلا تعبانه. بس اول حاجه، ماما طبعا مش مقصره معايا، ولكن هي تعبانه جدا، وانا لو انا بموت انا عمري ما هاجي عليها في النهايه تخدمني. فانا مش عايزه اتقل عليها، مع ان والله العظيم والله انا لو قلت لها يا ماما اعملي لي ايه، لو هي نايمه بتقوم من نومها تعمله. بس انا مش عايزه اتقل عليها، مش عايزه اتقل عليها. حتى انا ما قعدتش عندها كتير تحت عشان ما اتقلش عليها، علشان ببقى تعبانه بالليل وبفضل اتوجع، بتصحالي تعمل لي حلبه. والصبح طبعا اللانش بوكس بتاع سليم بيعمل قلق ودوشه، الاقيها صحيت حرام. فانا اضطريت ان انا اطلع شقتي عشان بس ما اعملهاش ازعاج. تمام. لكن والله هي ما قصرتش معايا خالص، ما قصرتش معايا خالص. ويعلم ربنا كل شويه تتصل بيا: اطلع لك حاجه؟ اقول لها لا يا ماما والله مش محتاجه. ياسمين اعمل لك حلبه؟ اقول لها لا ضني بيعمل لي. ياسمين اطلع لك طيب اسلق لك فرخه، اعمل لك حاجه؟ قلت لها والله يا ماما لو محتاجه حاجه هقول لك. لدرجه ان هي مفكره ان انا طالعه زعلانه منها، بس هي الفكره ان انا مش عايزه اتقل عليها. بلاقيها بتتوجع من رجليها، انتوا طبعا ما تعرفوش الكلام ده. بتقعد بالليل في اخر السهره خالص تجيب الكريم بتاعها والبخ اللي هو الموف ورباط الضغط، وتقعد تدعك رجليها وتلفها وتتوجع من رجليها. انا ما يبقاش عندي دم لو انا طلبت منها حتى بق ميه. يعني ايه؟ الرحمه حلوه. فانا طبعا تعبانه، لكن هي تعبانه اكتر مني، فانا ما برضاش ان انا اتقل عليها. دي بالنسبه لماما. بالنسبه طب كذا تعليق جالي: المفروض سعاد تخدمك، المفروض. اولا يا بنات، سعاد ربنا يبارك لها في عيالها ما قصرتش معايا في المستشفى خالص، ما قصرتش معايا تماما. وبعد المستشفى كمان راحت الصحه وطعامت ابني وقاسوا الصفرة، ونزلت الساعه 7 الصبح وعملت كل اللي ربنا يقدرها عليه. دي برضو حاجه. وما ننساش انها مريضه سكر وتعبانه. فانا ما بحبش اتقل على حد. وصدفه هتقولي لي المفروض صدفه طب تخدمك، انا برد على المفروضات كلها بتاعتكم. المفروض صدفه يا بنات، صدفه معاها انا ابن سليم اهو. قبل ما اولد سليم كان موريني الويل، هي ما شاء الله معاها 3، فاكيد بتلف حوالين نفسها مع شغلها مع شقتها اللي بتتوضب. انتوا فاهمين؟ ومحمد راجل، هدى اختي لسه والده، فاجيب مين يساعدني؟ فانا بقوم اعمل حاجتي بنفسي. عشان بس جالي كذا تعليق: ياسمين انت مستهتره، ياسمين. مين ما بيحبش الراحه؟ انا مش مستهتره يا بنات، بس انا لبس ابني كان كله متبهدل. تمام. وهم حبه صغيرين ما يجوش في الغساله، الغساله كبيره، انا عندي غسلت تقريبا 16 كيلو ولا حاجه، فهم كلهم ما يجوش كيلو. فانا غسلتهم، او تعبت او حسيت بدوخه او مش عارفه ايه، بس خلاص غسلتهم ونشرتهم وخلاص. يعني كذا واحدة من اللي بيسمعوني أكيد أهلها بعاد عنها، وبعد ما ولدت كانت بتقوم تخدم نفسها وتراعي نفسها، واللي بيقوي مين؟ ربنا. صح ولا غلط؟ أنا بكلمكم الكلام ده وأنا والله العظيم يعلم ربنا إن أنا مش قادرة أقف. يعني أنا مثلا لما بكون ناوية إن أنا أصور فيديو أو حاجة باخد مسكن علشان أعرف إيه؟ أقول الكلمتين، أعرف حاجة. أنا المرة دي الولادة دي تعبتني أكتر من الولادتين اللي فاتوا بكتير 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 بكتير. فكله يهون علشان خاطر ابني، وربنا بيعين، وربنا يعني بيقف معانا. وطبعا ضني مش مقصر مع ضني، ما بينامش يا بنات، ضني بيفضل صاحي لحد ما يمشي معايا سليم المدرسه. وبعد سليم والله لما ببقى نايمه تعبانه وفهد يعيط اقول له يا ضني والنبي قوم بالله عليك سكته، يسكته. يا ضني بالله عليك يقوم. والله يعني بجد ما حدش مقصر معايا يا بنات والله.